الاشجار. طبعا حديقة المنتزه ليها تاريخ وباع كبير قوي. ان شاء الله هفرجكم على فيديوهات فيها معلومات كتير عن المنتزه. المنتزه بلد حلوة، بلد جميلة، بلد حلوة بتضاهي بلاد العالم جميلة جدا فعلا. يعني زي اسكندرية كده بصراحة، ليها طبيعة خلابة يعني، وليها مناظر كده جميلة جدا. هتتابعونا وهتشوفوا كل حاجة واحنا كده ماشيين من اول دخول البوابة. ان شاء الله هتتابعونا معانا في الفيديو وهتشوفوا حاجات جميلة جدا. بصوا ب25 جنيه بس، خش وتفسح وجيب لك شوية جبنة كده وخش وروق حالك. ب25 جنيه تذكرة، ب25 جنيه في كل الأوقات، يعني في أوقات الرسمية وغير الرسمية والأجازات الرسمية والبطولات، كله ب25 جنيه. والله يا جماعة هي مش محتاجة خالص. أنا اللي عجبني فندق ناريمان بصراحة، ناريمان 1 وناريمان 2 حاجة جميلة جدا عن الأول بكتير. احنا شايفين دلوقتي ماشيين في الأشجار، شايفين مناظر حلوة قوي، حاجة جميلة جدا اللي احنا شايفين كده. والله يا جماعة انتوا ناس على راسنا جدا، واحنا طبعا احنا بنحب نعمل لكم فيديوهات، لان الفيديوهات دي هي اللي طبعا بتدعمنا على ان احنا بنكبر القناة اكتر واكتر. وطبعا بفضل الله ثم انتم طبعا هتبقى ان شاء الله القناة. وعبد الرحمن بيتكلم كده، انا متابع معاكم. وأنا ده مدخل الفندق، فندق ناريمان. هنقدم لكم حاجات جميلة جدا، انتظرونا. تابعونا ان شاء الله معاكم. ده قصر الحرملك ايام الملك فؤاد. ده اسم الحرملك، كان الاول اسمه السلاملك وبعدين الحرملك وبعدين قصر المنتزه. طبعا قصر المنتزه هنوريه لكم باذن الله، بس انا بديكم نبذه عنه كده. بس المنظر والحاجه جميله قوي، طبيعه روعه الجمال خلاب سبحان الله. كانت عباره عن حته ارض كده فاضيه عامله زي الغابه. جه الخديوي عباس التاني شافها عمل عليها القصر اللي احنا شايفينه ده. كل ملك جه بعد كده طور بالمنظومه بتاعته حسب رؤيته، وهنوريكم كل واحد طور ازاي. يعني الملك فاروق طور ايه، ملك فؤاد طور ايه. طبعا ده اخر تطوير اتعمل حديث بعد تطوير المنتزه. اتطورت اكتر من مره، بس مع المره دي بقى كان تطوير شامل وكامل، وهدوا كل الكباين الخاصه وعملوا عليها فنادق وفتحوها عامه كده للناس بسعر تذكره رمزي. حاجه جميله. ده قصر ايه، الحرملك. الحرملك كان الاول زي ما احنا قلنا كان اسمه السلاملك. كان عاملينه علشان خاطر ايه، الحاشية بقى الحريم بتاعة الخديوي يجوا وينزلوا هنا والأسرة تنزل هنا، فتغير اسمه بعد كده من السلاملك للحرملك. طبعا غير القصر اللي هو اتبنى اللي هو قصر المنتزه. اتسمى قصر المنتزه لأن دي منطقة قصور، يعني مش قصر واحد بس، لا منطقة قصور. قصر حرملك والسلاملك، قصر المنتزه، وهنوريكم حاجات تانية كتير ان شاء الله.